السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ مشاهدينا الأعزاء، إن شاء الله بأفضل حال. لا تنسى الاشتراك ووضع لايك للفيديو دعما لنا للاستمرار بنشر المزيد من أخبار المنتخب العراقي. الدولي السابق قصي منير: ما يتوفر للمدرب الأجنبي من دعم ومساندة وصبر لا يتوفر للمدرب المحلي، والجميع يعلم بذلك حتى الجماهير، لكن مطرب الحي لا يطرب. الكادر التدريبي للمنتخب العراقي صباح هذا اليوم في مول المنصور. نادي الديوانية ينسحب من دوري الدرجة الأولى بسبب الديون. منتخبنا أمام مجازفة قوية قد تمنعه من التأهل لكأس العالم. يا إخوان، منتخبنا راح يتوقف بالتصفيات إلى الشهر الثالث من السنة القادمة، وقبل التصفيات راح نخوض كأس الخليج 26 في الكويت في شهر 12 حسب قرار الاتحاد بأن منتخبنا راح يشارك بالمنتخب الأول، وهاي مجازفة قوية وخطره على المنتخب لأن الإصابات قد لا ترحم لاعب، وبالتالي تصير مشكلة بالمنتخب الأول، والتصفيات والتاهل أهم من كل شيء. نطالب مدرب منتخبنا بعدم إشراك اللاعبين الأساسيين في المنتخب الأول، وإنشاء منتخب رديف لكون البطولة غير محترف بها دوليا من قبل الاتحاد العالمي لكره القدم. رأيكم؟ ماذا يحدث؟ خلاف بين درجال وكاساس قد يعصف بتأهل المنتخب العراقي لكأس العالم. أفاد مصدر في اتحاد الكرة العراقي أمس السبت أن خلافا حادا حدث بين رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال ومدرب المنتخب العراقي الإسباني خيسوس كاساس، وأبلغ المصدر أن خلافا نشب بين درجال وكاساس دفع بالمدرب الإسباني إلى التوجه لمكان إقامته وهو متوتر بداعي تهميشه. وأضاف أن سبب هذا الخلاف يعود لاجتماع عقده عدنان درجال بلاعبي المنتخب العراقي بدون وجود كاساس ودعوته للحضور، وأشار إلى أن كاساس حينما حضر تفاجأ باجتماع لم يتم دعوته فيه ليغادر ممتعضا المكان، مما أحدث ذلك شرخا بين الرئيس والمدرب. وأشار إلى أن ذلك الخلاف والأجواء المتوترة ربما تنعكس سلبا على نتائج المنتخب، وهذا ما لا نتمناه. اللاعب العراقي زيدان مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني: تابع مباراة العراق وعمان الأب العراقي. أحمد باسل: قبل المباراة أمام عمان أعطاني جلال حسن الدريس الخاص به الذي يحمل رقم 12 وطلب أن أرتديه، وقدم لي الدعم والمساندة، وأنا أقدم إله الشكر وأهديه الفوز. طرد من وطنه عند توليه القيادة الفنية لمنتخب غانا. تم تعيينه مدربا للسودان رغم أن السودان لم يخض أي مباراة على أرضه بسبب الاضطرابات في البلاد. 90% من فريقه ينشطون في أفريقيا، و85% منهم من الهلال والمريخ. وقع في مجموعة واحدة مع غانا، بلده الذي أبعده جزئيا عن الاتحاد بسبب مزاعم تضارب المصالح. قاد السودان ليحصد 4 نقاط من مباراتين أمام غانا. أنهى التصفيات في المركز الثاني بالمجموعة ليقود السودان إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب. في المقابل، بلده الذي تخلى عنه أنهى التصفيات في المركز الأخير بالمجموعة. سيداتي وسادتي، لحظة تقدير واحترام لهذا الإنجاز العظيم الذي حققه كويسي أبياه مدرب منتخب صقور الجديان. المحلل السعودي حمد الدبيخي: المنتخب العراقي هو المنتخب الوحيد في العالم اللي يلعب تحت الضغوط. راضي شنيشل في تصريح: الكابتن عدنان حمد هو الحل الأمثل في هذه الفترة لقيادة المنتخب العراقي للوصول إلى كأس العالم. على الاتحاد العراقي تدارك الأمور بأسرع وقت. كاساس لن يحقق المراد. كاساس لم تعد لدية الرغبة في البقاء منذ أن تعرض للهجوم من قبل الصحفيين بعد مباراة الأردن في كأس آسيا. لقد فقد الرجل رغبته في البقاء مع المنتخب، فهو قادر وبشكل كبير على قيادة المنتخب العراقي. منتخبنا الوطني بقيادة خيسوس كاساس: التتويج ببطولة كأس الخليج بعد غياب، الفوز على اليابان لأول مرة في تاريخنا، الفوز على عمان في عمان لأول مرة منذ 40 عام، تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات لكأس آسيا لأول مرة في تاريخ مشاركاتنا، تحقيق العلامة الكاملة في المرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم، التقدم في التصنيف العالمي والآسيوي بشكل لافت، تطور واضح جدا في الشق الدفاعي والخروج في بشباك نظيفة في كثير من المباريات. الآن النتائج جيدة جدا، الطريق إلى المونديال قريب جدا.
إن شاء الله نرجو الدعم للكادر التدريبي المنتخب الوطني العراقي. أتمنى وصلتك المعلومة يا راضي أبو المحلبي. معتز الشامي: منتخب العراق لم يختبر في التصفيات إلى الآن، والمنتخب السعودي تعثره غريب. لا أعلم لماذا الإعلام الأردني يسقط في المنتخب العراقي رغم الأداء الذي يتمناه الجميع. لهم الفوز على عمان في أرضهم، لا يعني اختبار أو المباراة أمام ثاني أقوى منتخب في آسيا كوريا الجنوبية، وتسجيل هدفين في أرضهم لا يعني اختبار. حدث العاقل بما يعقل. والد اللاعب ميرخاس دوسكي أتى من مدينته الألمانية هانوفر إلى عمان لدعم منتخبنا ومساندة ابنه ميرخاس وزملائه اللاعبين. نشر هذه الصور اليوم وكتب عليها: أهدي سلامي إلى جميع الشعب العراقي من زاخو إلى البصرة. أحلى شعب، كلمات من القلب من أبو ميرخاس، فخورين بأبنك. الإعلامي حيدر زكي المدرب كاساس فقد الكثير من بريقه ومن رصيده لدى الشارع الرياضي العراقي بسبب تراجع أداء المنتخب العراقي في التصفيات، حيث ظهرت النتائج وغاب الأداء عن المنتخب العراقي، وجاءت مباراة الأردن التي أدت إلى انتقاده بشكل كبير جدا، حتى طالب البعض بإقالته من منصبه. وهذه الظروف التي يمر بها كاساس ليس هو السبب فيها وحده. المدرب يعمل ويسير بخطى ثابتة، لكنه كذلك يواجه ضغطا شديدا من المسؤولين في العراق ومن أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم. ففي كل رحلة أو سفر للمنتخب العراقي إلى الخارج يكون هناك عدد من المسؤولين في الطائرة الخاصة للمنتخب العراقي. كاساس أتى إلى العراق من مجتمع غربي مغاير ومختلف تماما عن المجتمع العراقي. المدرب لم يعتد على مثل هذه الأمور. في إسبانيا عندما كان مساعدا للمدرب لويس إنريكي لم يكن هناك أي مسؤول إسباني يرافق وفد فريق كرة القدم في البلد. أعتقد أن الاتحاد العراقي يجب أن يراجع نفسه وألا يرسل مع كل وفد عددا كبيرا من المسؤولين، لأن هذا ينعكس سلبا على الفريق العراقي. كاساس يسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى كأس العالم. أعتقد أن مصير العراق لا يتعلق فقط بنتائجه، وإنما نتائج الفرق المنافسة ستعود إليه بالفائدة. فبعد الجولة السادسة من التصفيات يفكر الفريق العراقي الآن بالصدارة وليس فقط بالمركز الثاني في المجموعة الثانية. بالتالي حلم المونديال يبدو قريبا اليوم. تصريح سيد راضي شنيشل: تصفيات كأس العالم سهل جدا، وعلينا التأهل نظرا إلى مجموعتنا ضعيفة جدا. لو كنت أنا مدرب سوف أستدعي اللاعب المظلوم. منتظر محمد كنوش. ميمي مهاجم سيء وضيع علينا 3 أهداف محققة أمام كوريا وأمام الأردن وأمام عمان. وجوده مجاملة وعدم إشراك علي الحمادي ظلم كبير. وقد يقول محلل محلبي مبغض: الحمادي لا يلعب مع ناديه. يا ترى هل زيدان يلعب مع ناديه وهو صال وجال أمام عمان؟ ثم منتظر ماجد أساسي بالدوري السويدي وفريقه وصيف بطل الدوري. فلماذا لم يعطى الفرصة؟ لن نصمت بعد اليوم على الظلم والتهميش وتواجد لاعبين سيئين على حساب محترفين مميزين.